مصدر من الاهلي يعلنها: كولر خايف من تكرار سيناريو كل موسم بشأن المهاجم الاجنبي الجديد وفشل امير توفيق في ضم المهاجمين المطلوبين. تعرف على ما حدث. اكد مصدر من داخل النادي الاهلي على ان كولر ابلغ اداره الكره بالنادي الاهلي برئاسه الخطيب تخوفه من تكرار سيناريو كل موسم انتقالات في صفقه المهاجم الاجنبي، وفشل امير توفيق في حسم التعاقد مع المهاجمين اللي كولر يرغب في ضمهم في الميركاتو الصيفي الجاري. كولر خايف من تكرار سيناريو الموسم اللي فات لما فشل امير توفيق في التعاقد مع كل المهاجمين اللي كولر طلبهم، وفي النهايه تعاقد النادي الاهلي مع موديست. عشان كده كولر قال لاداره الكوره في النادي الاهلي: انا لن افعل ما فعلته الموسم الماضي بالتعاقد مع لاعب كبير في السن. لازم على امير توفيق يخلص المهاجم المطلوب او واحد من المهاجمين المرشحين للنادي الاهلي. كولر شايف ان امير توفيق متاخر في حسم الصفقات، عشان كده هناك قلق من كولر في حسم صفقه المهاجم الاجنبي. وكولر ابلغ اداره الكره في النادي الاهلي بانه مش هيعمل اللي عمله السنه اللي فاتت. يعني من الاخر كده، لو امير توفيق فشل انه يجيب مهاجم من المهاجمين اللي كولر عايزهم، خلاص النادي الاهلي لن يتعاقد مع مهاجم جديد.